انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور في سوريا تحت وطأة تواصل الحملة الأمنية الدموية ضد المحتجين. إرجاء محاكمة ناشطي المجتمع المدني ومن بينهم غربيون في القاهرة إلى 26 من نيسان أبريل المقبل. وفي السنغال انطلاق الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط أجواء من التوتر بين الرئيس عبد الله واد المرشح لولاية ثالثة والمعارضة. أهلا بكم على قناة فرانس 24 في هذه النشرة الإخبارية نستهلها من سوريا، حيث بدأت عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وسط تواصل حملة القمع الدموية التي يقوم بها النظام ضد المحتجين منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الأسد في البلاد. حملة أودت بحياة أكثر من 7500 شخص حتى الآن وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. 31 شخصا قتلوا قبل ظهر اليوم، أغلبهم من المدنيين سقطوا بنيران القوات الأمنية في كل من حما وحمص وريف دمشق ودرعا وإدلب وحلب وفقا للهيئة العامة للثورة السورية، في حين استؤنفت المفاوضات بين الصليب الأحمر الدولي والسلطات السورية بهدف إجلاء عدد من الجرحى من مدينة حمص بينهم صحفيون أجانب. ومن حمص ينضم إلينا الآن عضو تجمع أحرار حمص سيد أبو محمد الحمصي، أهلا بك. إذا ما هي آخر التطورات لديكم حيال المدينة وفيما يخص تحديدا حي بابا عمر الذي يقصف منذ 3 أسابيع؟ نعم سيدتي، مرحبا. أولا أريد أن أتكلم عن الاستفتاء على الدستور الجديد. فقد أعلن أبناء مدينة خالد بن الوليد إضراب وعصيان مدني كامل وشامل في حمص، وجميع موظفي المؤسسات في حمص لم يخرجوا من أحيائهم بل من منازلهم أيضا، بما أغضب الفروع والحواجز الأمنية بحمص، فأشعلوا حمص بالقذائف الصاروخية في باب عمر وقصف بالدبابات على جميع أحياء حمص عموما. ولاحظنا اعتقال بعض الموظفين الذين يناوبون في عملهم قبل يوم لأنهم رفضوا الانتخابات، ورأينا سيارة مغلقة محملة بالمعتقلين تدخل فرع الأمن العسكري وسيارة أخرى تدخل فرع المخابرات الجوية، حيث ركز الكتائب الأسد قصفها اليوم على كل من أحياء باب عمر والخالدية وجورة الشياح والحميدية والبياضة وديار بعلبي وباب الدريب وتدمر. يعني ويوجد أحياء أيضا لم نستطع الوصول إليها، وهذه يعني وصل عدد الشهداء إلى الآن في حمص إلى 22 شهيدا موزعين في جميع أحياء المدينة. وتمت اليوم اشتباكات عنيفة في الجهة الجنوبية من حي ديار بعلبة ومن الجهة الشرقية أيضا بين الجيش الحر وكتائب الأسد، وأوقع الجيش الحر 11 قتيلا في صفوف كتائب الأسد واستشهاد 2 من المدنيين و17 جريح. يعني أختي كتائب الأسد تستهدف أي شيء في هذه الأحياء، من استطاع النزوح نزح ومن لم يستطع ينتظر قذيفة صاروخية تستهدفه، مع سقوط أكثر من 75% من منازل في حي بابا عمر. يعني حي بابا عمر الآن من الأحياء المنكوبة جدا في حمص، يعني لا دواء. حتى الصليب الأحمر لم يستطع الخروج، يعني بعض المشفاء قالوا إن الصليب الأحمر دخل. لا سيدتي، الصليب الأحمر إلى الآن لم يدخل باب عمر، فقط سيارات الهلال الأحمر. نعم. طيب، كنت تريد الحديث أيضا عن الاستفتاء. ماذا عن مراكز الاقتراع في داخل مدينة حمص؟ هل سير العملية الانتخابية يجري بشكل سلمي؟ سيدتي، يعني نحن لن نلاحظ أي مراكز في حمص، لأن الموظفون الذين هم يخرجون من الأحياء لم يخرجوا اليوم. فقط الصناديق هي على الحدود، مثلا في منطقة تلكلخ الحدودية على الحدود، وفي منطقة ربلة أيضا على الحدود. يعني من يدخل الحدود حصر ينتخب قبل أن يدخل، ومن يخرج كذلك. نعم. يعني في مدينة حمص لا يوجد أي صناديق اصطراع. نعم. شكرا لك سيد أبو محمد الحمصي، عضو تجمع أحرار حمص، كنت معنا إذن من داخل مدينة حمص. أرحب الآن بالاستوديو بالناشط السياسي أيمن الأسود، الناشط السياسي السوري طبعا المعارض. أهلا بك. استمعنا إلى شهادة سيد أبو محمد الحمصي، لكن التلفزيون الرسمي أكد أن التلفزيون الرسمي السوري أكد أن عمليات الاستفتاء تتواصل بزخم في جميع المراكز الانتخابية وعلى امتداد الوطن. كيف تصفون ذلك؟ هل هناك ربما مناطق يجري فيها الاقتراع أكثر من غيرها؟
يعني ألا تبالغ المعارضة السورية ربما بالتقليل من أهمية هذا الاستفتاء؟ إذا سمحت لي بداية يجب القول أن اليوم الشعب السوري بحاجة إلى ما هو أقل بكثير من استفتاء على دستور، بحاجة لهدنة بين النظام وشعبه وليس بين نظام ودولة معادية فقط لكي يستطيع الشعب السوري من دفن شهدائه، بحاجة لاتفاق مع الصليب الأحمر لساعات لإدخال بعض المساعدات والمؤن للمناطق المنكوبة. الجرحى يموتون من تعفن جروحهم، الأطفال تموت جوعا. اليوم حتى المجتمع الدولي لم يستطع أن يفرض على هذا النظام إلى هذا اليوم إخراج صحفيين أجانب مصابين داخل حمص. الاستفتاء اليوم وبهذا التوقيت وضمن هذا الذبح والقتل بصراحة هو استهزاء بالمجتمع الدولي الذي لم يستطع إلى اليوم فرض الحد الأدنى على هذا النظام من قضايا تمنع وتوقف مسألة القتل. بقضية الاستفتاء الشعب السوري منذ 11 شهرا يستفتي على هذا النظام برمته كل يوم، وليس على دستور جاء في الأشهر الأولى كجزء من كذبة إصلاح رسالة للخارج. اليوم هذه الرسالة من النظام في هذه الظروف هي استهزاء بالمجتمع الدولي وبعدم مقدرته على تقديم شيء للحالة السورية. نعم، لكن النظام ما زال يصر على أن هناك معارضون في الشارع، ولكن الأغلبية الموجودة في سوريا هي أغلبية تدعم هذا النظام. لماذا لم تتوجه المعارضة إلى هذا الاستفتاء؟ أليست صناديق الاقتراع هي التي ستحسم بينكم وبين النظام من يملك الأغلبية اليوم؟ على الأرض كيف تتوجه الناس والقصف على المدن والمدن محاصرة والقرى المحاصرة، هذا من جهة. من جهة أخرى الامتناع عن التصويت هو رأي وهو قرار وليس شيئا آخرا. الامتناع عن التصويت يعني أن الناس لا تريد ليس فقط هذا الدستور الذي وضعه النظام، لا تريد النظام من أصله. وقلنا منذ 11 شهر كل يوم الشعب السوري يستفتي على هذا النظام برمته. الشعب السوري كلمته واحدة: لا عودة إلى زمن العبودية. اليوم النظام السوري يفرض مناخات هستيرية في سوريا. إذا كان النظام السوري يستطيع أن يقتل أهل حمص وغير أهل حمص براجمات الصواريخ من خارج المدن، لماذا في عدد من الحالات يقوم بذبح عائلات بأكملها بأطفالها مع الأم مع الأب بالسكاكين؟ هذا فرض مناخات هستيرية على البلد. هو يستهتر بالموقف الدولي. هو يقول اليوم سوريا إما جحيم في سوريا أو أنا. للأسف إذا كان هذا الخيار خيار التسلح هو أسوأ خيار، لكنه اليوم هو الخيار الوحيد. الشعب السوري إذا كان مقابل الجحيم هو بقاء الأسد فسيختار الجحيم. الآن المجتمع الدولي عليه أن يلتحق بالحالة السورية وليس العكس كما كان سابقا. النظام يفرض هذا الخيار، الجحيم أفضل من بقاء هذا النظام. يعني من هنا أريد أن أتوجه إلى تصريح وزير الخارجية التركي اليوم أنه سيلتقي بالمجلس الوطني قبل أو إعدادا لمؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول الذي سيعقد بعد 3 أسابيع. ما الذي تنتظره المعارضة من هذا المؤتمر، خصوصا أن المؤتمر الذي عقد في تونس لم يلبي مطلبها بتسليح المعارضة في الداخل؟ ما ينتظره الشعب السوري، نحن لا ننتظر بالدرجة الأولى التسليح يفرض علينا اليوم، لكن ما ننتظره من المجتمع الدولي من أي مؤتمر أن تكون قراراته تحت بنود القوى. هذا النظام الصعلوك في العالم، يعني يحاول العالم نفسه أن يروج أن هذا النظام يستطيع تفجير المنطقة ويستطيع. هو نظام ليس قويا إلا على شعبه. لن ينفذ أي شيء إلا تحت بند القوى. أي مشروع لمناطق عازلة ممرات آمنة لغيرها لحماية الشعب السوري يجب أن ترفق بمنطق القوة. هل تعلقون أملا على مؤتمر اسطنبول؟ بصراحة علقنا آمال كثيرة، ربما لا بأس يعني نعلق بعض الآمال، لكن المسألة مرتهنة بشكل واضح بإصدار قرارات مع استخدام القوة إذا لم تنفذ. فيما عدا ذلك النظام السوري لن يقبل بأي قرارات دولية. شكرا لك الناشط السياسي السوري أيمن الأسود، شكرا على هذه المداخلة. أفاد ناشطون سوريون أن الإمارات ألغت إقامة عشرات السوريين المقيمين على أراضيها بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للنظام السوري في دبي. وقال أحد الناشطين أن 2 من السوريين الذين ألغيت إقامتهم وصل إلى القاهرة اليوم بعد فشل كل الجهود لإقناع السلطات بإعادة النظر في قرارها، مشيرا إلى أن الإمارات أبقت على قرار إلغاء الإقامات للناشطين على الرغم من وعود بإعادة النظر في القرار.
نووي إيران من جديد سيكون محور محادثات إسرائيلية أمريكية الأسبوع القادم بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محادثات تدور في ظل احتدام التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية برنامج طهران النووي. ففي حين تصر الأخيرة على سلمية برنامجها، تل أبيب تهدد وتتوعد، أما الغرب فهو ما زال يفسح المجال أمام المحادثات السلمية. أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ناشطي المجتمع المدني إلى 26 من نيسان أبريل المقبل في قضية الاتهام بالتمويل غير المشروع للجمعية الأهلية والتدخل في الشؤون السياسية المصرية، قضية تثير توترا حادا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن بين المتهمين 43 19 أمريكيا. واشنطن كانت هددت باتخاذ إجراءات ضد القاهرة، فيما صرح مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفه بالنقاشات المكثفة لحل الأزمة في غضون أيامه. ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت اليوم إن بلادها تقيم نتائج الإجراءات القانونية المتخذة في مصر، وذلك في ختام جولة مغاربية قادتها إلى تونس والجزائر وتختتمها اليوم في المغرب. كلينتون حثت بلدان المغرب العربي على مواصلة جهودها لتعزيز الديمقراطية. اغتيال المستشارين الأمريكيين في وزارة الداخلية الأفغانية في كابول قد يكون نفذه شرطي في جهاز استخبارات الوزارة، هذا ما أعلنته الداخلية الأفغانية اليوم، فيما الاحتجاجات حول إحراق المصاحف في قاعدة باغرام الأمريكية تتواصل لليوم السادس على التوالي. 7 جنود أمريكيين أصيبوا اليوم بجروح بعد أن ألقى رجال يشاركون في تظاهرة مناهضة للأمريكيين ألقوا قنبلة يدوية على معسكر للحلف الأطلسي في ولاية قندوز. أما الرئيس الأفغاني حميد كارزاي فدعا مجددا مواطنيه إلى الهدوء. الآن وقد عبرنا عن مشاعرنا ودفاعنا عن معتقداتنا وقيمنا الدينية، ودفعنا أرواحنا ثمنا لذلك. آن الأوان للتحلي بالهدوء. لا يجب أن نسمح لأعدائنا باستغلال الوضع لجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف والتخريب. انطلقت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في السنغال هذا الصباح. 3 مرشحين ينافسون الرئيس عبد الله واد المرشح لولاية ثالثة، انتخابات يخيم عليها التوتر بعد أعمال العنف التي اجتاحت البلاد احتجاجا على إصرار واد على الترشح، ما تصفه المعارضة بالعملية غير الدستورية. أجواء من التوتر تسود في السنغال بسبب إعلان الرئيس الحالي عبد الله واد البالغ من العمر 85 عاما ترشحه لولاية ثالثة مدتها 7 سنوات. الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو ورئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي إلى السنغال دعا السبت إلى تجنب الفوضى عبر تحديد ولاية واد الذي يحكم منذ 12 عاما ب2 إذا أعيد انتخابه وسط احتجاجات المعارضة وتخوف الشارع. ما يقلقني هو فترة ما بعد الانتخابات، أراها فترة غامضة وعبثية حقا، لا نستطيع توقع ماذا سيحدث. من الواضح أن هناك معركة بين الأفكار، هذا هو مفهوم الانتخابات بكل بساطة، وكذلك مفهوم السياسة. لا نريد العنف، فالعنف لن يؤدي إلى حل، بل الحوار هو السبيل. خرجت خلال الشهر الماضي تظاهرات طالبت بسحب ترشح واد تم قمعها بشدة من قبل السلطات السنغالية، ما أسفر عن سقوط قتلى بين المتظاهرين. المعارضة تعتبر أن ترشح واد غير قانوني، مشيرة إلى أنه استنفذ الولايتين القانونيتين، لكن أنصاره يقولون إن تعديل الدستور وإقراره من قبل المجلس الدستوري يجيز له ذلك. نهاية النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور في سوريا تحت وطأة تواصل الحملة الأمنية الدموية ضد المحتجين. إرجاء محاكمة ناشطي المجتمع المدني ومن بينهم غربيون في القاهرة إلى 26 من نيسان أبريل المقبل. وفي السنغال انطلاق الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط أجواء من التوتر بين الرئيس عبد الله واد المرشح لولاية ثالثة والمعارضة. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.